هذا وقد شوهدت الدبابات الأمريكية صباح اليوم وهي تتقدم هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. الله المستعان. ما هذه الحياة؟ ما هذه الحياة؟ لماذا لا يستمر الفرح كما لا يستمر الحزن؟ هل هذه حياة؟ ما هذه الحياة؟ الله المستعان. والله لا أستحضر في هذا المقام إلا آية واحدة في سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي. ابن آدم في يوم القيامة تائه يقول هذه الكلمات: يا ليتني قدمت لحياتي. الله أكبر. ما عشته أنت من 60 70 سنة، من آلاف السنوات، مثل ما عاش نوح، تقول عن هذه الحياة القادمة يا ليتني قدمت لحياتي. طب الذي عشته في السابق ماذا يسمى؟ هذا لحظة، هذا لا شيء أمام الحياة الحقيقية في الآخرة، إما في الجنة وإما في النار والعياذ بالله. يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية في الآخرة، كما ذكر أن هذه الدنيا مثلها كمثل سوق قام، سوق الجمعة، سوق نهاية العام، ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. الله أكبر أيها الإخوة. والله عندما ترى هذه الأحداث كيف مرت علينا، معقول أنا عاصرت كل هذه الأحداث؟ عاصرت سقوط بغداد، عاصرت كورونا، عاصرت حرب غزة، عاصرت كأس العالم، وكلها أصبحت تاريخ، وأنا ما زلت على قيد الحياة، أنتظر متى تحين ساعتي ما دمت أشاهد هذا المقطع وأتكلم معكم في هذا المقطع. إذن أنا معي فرصة. هذه الدنيا دار ابتلاء، الآن فترة الاختبار، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يا ليتني قدمت لحياتي. وتستمر هذه الحياة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح.